ليكيب، عدنا لكم من جديد وفيديو جديد ثاني. المهم ليكيب، يا لطيف، قالك لو كان زواج بالأب حلال لو زوج أبي كارثة أخلاقية راهي تدور في السوشيال ميديا كيما راك تسمع وكيما راك تشوف. صورة حقيقية الأب وابنته رانيا وصاحب مدينة ساز. قالك هاد الممثلة رانيا وصانعة محتوى لو زوجت أبي، صدق أو لا تصدق، حكاية هادي راهي تدور بزاف. كي تشوف هاد التصويرة عزيزي المشاهد تحس روحك في بلاد مسلم؟ لا حنا ما نديروش هكا خوتي، حاجة باينة. علاش دارتها بالفوطو؟ لو كان قالتها غير بلسانها هذا ما كان. المهم نشوفوا ردة فعل على بعض صناع المحتوى. اسمع هذا المخلوع واش قال واعطيني رايك في لي كومونتير، حاجة باينة. اعطيني دقيقة من وقتك عزيزي المشاهد. اذا عجبتك القناة وعجبتك اللحظة تاعي ما تنساش دير سبسكرايب وما تنساش تعلق لي في لي كومونتير. خويا اختي نرد لكم كامل. يلا نشوفوا الفيديو، اعطوني رايكم في لي كومونتير. زواج بالأب حلالا تزوجت أبي في الانستغرام تاعها. هاي هذه هي المؤثرة وهذه فنانة وهذه قاع الناس يشوفوا فيها وقاع الناس يتبعوا فيها. أنا وانا هيتا كيفاه قريتها يرحم بابك. كاين لو كان مشيتا تعلم تهدر من بعد نعطولك حرية التعبير وانتوما منيتكم تأمنوا هاد الشي. روحوا ضربوا لاباج تاعها في الانستا، كاين واحد لاباج اسمها فان رانيا يعني المتابعين ديالها داروا لها هكا فيديو قديم 2024 صاحبي. من الاخر راه انسان اللي دار هكا ما يحشمش. هذه هي، ماشي راني نحامي عليها، ولكن تاع الصح ما عجبتنيش كي بارطاجا هاد لا بوبليكاسيون باسكو عيب، والله العظيم غير عيب. اسمعوا هذا واش راهو يقول، من بعد اعطوني رايكم في لي كومونتير. كيما هو الصفات وطيبة حنية تاعو عقالته. مشي تقولي لو كان الزواج حلالا بأبي لتزوجت بأبي، هذه يسموها زينة المحارم، هذه الحجة. وهذه ما قاع من ابتعاد علينا على الدين وقاع من الصوالح الزايدين. خاش قال لك اذا زاد الشد عن حده قلب ضده. راك فاهم؟ كاع صوالح زياده هذوما كاع، وتولي لينا حنا لي فان اللي يتبعوا هذو الناس يولوا يطغاو يولوا ما يعرفوش يهضروا. كيما شفتوا هاد لا فيديو ليكيب حندير لكم واحد لا فيديو على قانون انتحال الشخصيه، يعني على اللي يدير تصاور فو كونت ولا كيما نقولوا فو بروفيل. فهمتوا ليكيب؟ واعطوني رايكم في لي كومونتير. فيديو توعك ينتحل شخصيتك تقدر تشتكي به وتدخله للحبس وتطلب تعويض. المادة 333 مكرر 4 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس من 3 سنوات أو 7 سنوات كل شخص يستعمل صور الغير ويروح ينشرهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى مجرد التهديد بنشر الصور والفيديوهات يعاقب عليه القانون. وانتحال اسم الغير ولا انتحال الشخصية كما اللي يفتح انفو بروفيل على واحد تعاقبوا المادة 66 من قانون مكافحة التزوير بالحبس من 2 حتى 5 سنوات، والغرامة من 20 مليون حتى 50 مليون. كل شخص ينتحل اسم الغير. تقدم شكوى إلى وكيل الجمهورية مرفقة بصورة البروفيل والتصاوير اللي داروهم لك كامل، وحتى تسجيلات صوتية إذا جاتك تهديدات تديرها في قرص مضغوط وتقدمهم كامل لوكيل الجمهورية، ويرسل وكيل الجمهورية تعليمة نيابية للشرطة الإلكترونية لفتح تحقيق في القضية، وهما يحدوا الهوية والموقع الجغرافي تاع الشخص اللي راهو يشهر بيك ويحكموه. تقدر في الجلسة أمام القاضي تطلب تعويض. ما ترسلوش تصاويركم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما تشاركوهمش، خاصة بالنسبة للنساء لأنهم يقعون ضحية تشهير ولا ابتزاز. بارطاجي لا فيديو الناس تستفاد، وتابع خالد سليماني تعلم القانون. كما شفتوا لي كيف الفيديو قولوا لي اسكو عنده الحق ولا ما عندوش الحق. وفي نهاية الفيديو نقول لصناع المحتوى انه ما تيريوش برك في التيك توك، ما تيروش برك، راح اتاكد في الانستا في لاباج تاعها، شوف اسكو هي اللي راهي دايره التصويره تاعها ولا باج واحده اخرى وشوف اسمها. هذه هي. وما نطولش عليكم، ما تنساش دير
ابوني، ما تنساش تفعل زر الجرس، وما تنساش لايك باش تحفزني ننزل بزاف ديال فيديو وكل ما نحط فيديو على 5:30 تاع العشيه حاجه باينه، ونتلاقاو في فيديو جديد. اتهلاو. ابوني ومالغريتو جانيتو تهلاو بزاف، يرحمكم والسلام عليكم.